السلام عليكم ورحمة الله. النهارده الخميس من ساعة كده قبل الساعة 12 زي ما بيحصل كل خميس يعني، سمعنا خبر زيادة البنزين وكمان حطوا عليه زيادة الأنبوبة. طيب، لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني الواحد مش عارف يجيبها من هنا ولا يجيبها من هنا ولا يعمل إيه بالظبط. يعني معاك بكرة الجمعة مفيش حاجة، يعني مشاكل بسيطة خفيفة على الماشي، لكن خليك في يوم السبت ويوم الحد وبداية المواصلات وبداية الشغل وبداية خروج الناس للمصالح الحكومية، هتبدأ تاني الخناقات وهتبدأ الناس تتخانق مع السواقين، خناقة كل زيادة بنزين. يعني آخر مرة كان فيها زيادة بنزين زي كده على العربيات، أنا أذكر إن الزبون نزل جاب السواق من العربية علشان زيادة البنزين، علشان رفع عليه الأجرة، علشان دفع جنيه، نص جنيه زيادة أو دفع جنيه زيادة أو دفع 2 جنيه أو أيا يكن الفلوس اللي هيدفعها. سيبك من الزبون وسيبك من السواق، لكن خليك في أنت كشخصك. أنت كشخصك زاد عليك النهارده، زاد عليك المواصلات، زاد عليك الأنبوبة، زاد عليك سندوتش، زاد عليك كل حاجة، كل حاجة زادت. يعني الأنبوبة زادت، المطعم هيزود، البنزين زاد، المطعم هيزود، مصاريف العيال هتزيد، المواصلات هتزيد، كل حاجة في حياتك، كل حركة في حياتك هتزيد. احنا مش عارفين نعمل ايه، يعني لله الامر من قبل ومن بعد. آه يعني التصرف دلوقتي بقى مش سهل زي الاول. الاول كانت الزياده تبقى بسيطه، مثلا كل مثلا سنتين ثلاثه، كل 4 سنين، كل 5 سنين مثلا. دلوقتي كل شهرين، كل شهر ما بقتش عارف هتعمل ايه، هتحوش ايه، هتعمل ايه لعيالك، تعمل ايه لاولادك، تعمل ايه لنفسك. طيب والذهب لسه كمان الاسبوعين اللي فاتوا كان فيه زياده، والدولار زايد لوحده اصلا. يعني الشاب اللي عايز يتجوز اليومين دول يعني كان الله في عونه، كان الله في عونه. هيبني ايه ولا هيعمل ايه ولا هيتجوز ازاي ولا هيروح مواصلات ازاي ولا هيروح اصلا يشتغل ازاي. يعني احنا طالعين اصلا من عيد بنقول يا رب افتح علينا ابواب رزق جديده علشان السنه الجديده، علشان الايام الجديده، علشان الايام المفترجه اللي احنا خارجين منها واللي احنا داخلين فيها. فاحنا دلوقتي بقينا يعني محاصرين من زياده اسعار بنزين وانبوبه ومواصلات وقريبا المترو، وخارجين من زياده لبس العيد ودخول كمان في شم النسيم على الاخوه المسيحيين، وكمان بعده شم النسيم وبعد كده تدخل كمان مفيش 70 يوم هتدخل كمان على عيد الضحيه، لحمه وزيارات ولبس عيد برضه تاني. فانت دلوقتي بتتكلم على مثلا مرتب قد ايه؟ انت عايز مرتب قد ايه؟ تقبض كام؟ تدفع كام فلوس؟ الكلام ده كله بقى صعب. حتى يعني كله دلوقتي شغال بفكاكه. الناس مش عارفه تسرق ولا تعمل ايه؟ تنصب ولا تعمل ايه؟ دلوقتي من زياده التيك توك واليوتيوب والفيسبوك والانستجرام والكلام ده كله والمواقع والقمار واللعب والنيله والنصب